عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله الثلاثاء 21 شهر 3 2023. اليوم إن شاء الله بنقول لكم ثمن ديال الأعلاف بالجملة. احنا الآن في منطقة أولى التيمة إقليم تارودان. بالنسبة للأصدقاء والمتابعين اللي كيسولوا على المحل، كاين قدام سوق الجملة وجميع انواع الاعلاف متواجده. بالنسبه للسمونيه ولا الحليب ديال النعجه والمعزه والبقري والدجاج والسمونيه والقنيه، جميع انواع الاعلاف الحمد لله متواجده. بالنسبه للاثمنه اللي غادي نعطوكم هنايا، كاين النخاله غليظه الوزن 40 كيلو كاين 2200 ريال. النخاله رقيقه الوزن 40 كيلو 2200 ريال. الزرع رويزه الوزن 50 كيلو 3700 ريال. الزرع بلدي على حسب الكيلو اللي بغيتي. بالنسبه للاثمنه كاينه من 9 ريال حتى 6 دراهم. وبالنسبه للبشنه حبوب الوزن 50 كيلو كاين 4100. وبالنسبه للشمندر رقيق الوزن 40 كيلو كاين 3300. الشمندر غليظ 40 كيلو 4600. البشنه مقسمه 2200 الوزن 40 كيلو. السكالم ديال الكسيبه خاص للحولي والعجل كاين من 4100 حتى ل 5000 ريال. وبالنسبه للسكالم ديال الكسيبه ديال الدجاج وجميع انواع الدجاج كاين من 285 درهم حتى ل 6000 ريال. بالنسبه الفارينه على حسب الكيلو اللي بغيتي كاين من 95 ريال حتى ل 120 ريال. القمح 130 حتى ل 150. والفول 10 دراهم. علف ديال القنيه كاين من 2400 حتى ل 2800 ريال. هذه الخيشه. السكالم حليب ديال النعجه كاين 4400. السكالم الحليب ديال المعزي الثمن ديال حليب السكالم حليب المعزي كاين 5500. والسكالم ديال الحليب ديال البقره كاين من 4100 حتى ل 5000 ريال. العلف ديال الدجاجه البياضه كاين 285 درهم. الأثمنة مرتفعة في جميع الأشياء، لا بالنسبة للأعلاف لا للمواد الغذائية. بالنسبة للحلقة المقبلة إن شاء الله فغادي نقوم بواحد الجولة الخميس اللي هو كيعمر السوق الأسبوعي بمدينة أولى التيمة، إن شاء الله يوم الخميس على ما كيقولوا اللي هو غادي يكون أول أيام شهر رمضان المبارك. فالله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والسلامة إن شاء الله ويعواشركم بروكة. بالنسبة للأصدقاء المتابعين لأول مرة كيشاهدونا، فالمرجو منكم المتابعة ودعمونا بواحد اللايك وبواحد واحد الابوني بالنسبة للقناة باش دائما يوصلكم الجديد. والسلام عليكم. هذا السوق ديال الأعلاف حتى هو كيعرف النزول وارتفاع، راه اليوم يطلع وغدا يهبط، ولا اليوم يهبط وغدا يطلع. بالنسبه الى عجبتكم هذه الحلقه وهذا المحتوى، راه دائما غادي نبقاو نقدموا لكم حلقه في كل اسبوع. السلام عليكم.